سي مصطفى ممكن تكلم لنا على بماذا دخلوا صال الاجتماع هنا في العماله ديال السطات؟ واستدعونا الاجتماع. هذا الاجتماع حضرنا فيه هنا كهيئه حقوقيه لدعم هذا الملف ديال الفلاحه وبعض العينات من الفلاحه، واحد من منطقه ولاد فارس، وفلاح كيمثل منطقه جماعه منيع، فلاح منطقه ولاد ناصر الشرفه ولاد عياد، فلاح كيمثل منطقه مريزيك جماعه مريزيك بن سجاج. هذا الاجتماع اللي حضروا فيه المسؤولين ديال السلطات الاقليميه، الممثلين ديال العماله والمندوب ممثل المديريه الفلاحيه. هذا الاجتماع قال لك اودي احنا درنا واحد الكوطه اللي هي في الاجتماع الاخير اللي كانت فيه المصالح الخارجيه وكان فيه عماله اقليم سطات وممثلين ديال الغرف الفلاحيه واعضاء الجماعات، فرضوا 1500 قنطار للجماعه، اي جماعه منيع، جماعه سيدي حجاج، جماعه مريزيك، جماعه ولاد فارس. كيف يعقل ان الدوله المغربيه عاطيه 16 قنطار داعمه للفلاح؟ كل قانون لكان في المستطاع ديالو انه يشري 16 قنطار يخلص 16 قنطار، وخاصهم يعتمدوا اللوائح. لائحه فيها 40 طن او 60 طن او 50 طن خاصها تستفد من الدعم ديال الشعير اللي دعمه الدوله المغربيه. للاسف الشديد اننا كنستنكروا هذا الحصار وهذا التهميش والاقصاء اللي تعرضت ليه ساكنه مناطق ولاد مراح، اللي فيها الفلاحه ديال ولاد مراح، جماعه مريزيك، جماعه سيدي حجاج، جماعه منيع، جماعه ولاد الصغير، جماعه ولاد فارس. كنستنكروا هذا الاقصاء. حنا ما عطاوناش اجوبه صريحه. الواقع هو هذا. في هذا الاجتماع اللي كان على مستوى السلطات الاقليميه كانت مراوغات. شفتوا من عندنا النقاط والملف مطلبي، مع العلم انه قال لك ودي ربما دخلوا في الشطر الرابع، يعني الشطر الرابع والناس باقا ما استفادتش من الحصه الاولى اللي هو الشطر الاول. لماذا هاد الناس بغينا نعرفوا هاد الشعير فين مشى؟ فين مشات الحصه؟ هاد الشطر الاول والحصه ديال الشطر الثاني والشطر الثالث فين مشات؟ فلاح ما مستفدش من حبه، من نقبه، الماشيه، الاف ديال الرؤوس ديال الماشيه اللي ماتت. هاد الفلاحه كيعانيو، الاف ديال الرؤوس ديال الماشيه اللي ماتت الفلاحه، لا في قياده سيدي حجاج ولا في قياده ولاد فارس. هاد المواطنين بغينا نعرفوا الدعم ديالو فين مشى. كيف يعقل ان هاد سلطه العماله كتلعب بالمواطنين ومعها مديريه الفلاحه بالسطات؟ السؤال اللي كيطرح نفسه دائما كنعاودوا السؤال، فين مشات الحصه ديال هاد الفلاحه وفين مشى الشطر الاول وفين مشى الشطر الثاني والثالث؟ وتحيه.